العقبة الحقيقية اللي لسه كاتب عنها امبارح او اول امبارح على السوشيال ميديا هي ايه؟ البرين روت او الخمول الذهني او التعفن الدماغي. يس ان قدامه محتوى فاضي وممتع جدا ولذيذ وزي قلته، ومحتوى تاني مفيد ودسم بس مش بنفس الحلاوة ومش بنفس الامتاع بتاع المحتوى الفاضي. فتلاقي للأسف الشديد جدا جدا في شيء من الإدمان بيحصل واغلبنا صحيح. بيقع فيه. صحيح. فتلاقي ال 24 ساعة بدل ما يوجه منهم 3-4 ساعات للمحتوى المفيد ده ويستثمر ال3-4 ساعات دولت فيه، لا يروح يرميهم على المحتوى الفاضي لمجرد ان هو دوبامين رخيص. زي اخونا محمد علي ما بيقول دايما الدوبامين الرخيص ده للأسف ما بيشبعش. صحيح. هو بيدي متعة مؤقتة مزيفة بتمنع صاحبنا المحتوى المجاني المفيد موجود قدامه. صحيح. ويرجع بعد فترة يقول لك أنا لو كانت 3-4 شهور اللي فاتوا دول بس خدت كورس الإنجليزي من على اليوتيوب، صح. أنا صح. كان زماني اتعلمت إنجليزي خلاص.